ريال مدريد في وقت من الاوقات قرر يسلم مفاتيح حراسه المرمى لحارس شايفينه واحد من احسن حراس العالم، مش مجرد اسم كبير ولا صفقه عاديه، ده العملاق البلجيكي تيبو كورتوا، وشخصيه تخليك مطمن حتى لو الدفاع قدامه مش في احسن مستوياته. وفي نفس الوقت تقريبا برشلونه كان معتمد على الحارس الالماني مارك اندريا تير شتيجن، حارس كان بيقدم مواسم كويسه نوعا ما بس مش دايما خارق، بس كان دايما جزء اساسي من طريقه لعب برشلونه، حارس بيلعب كوره وبيشارك في البناء من ورا. ومن هنا بدات المقارنات، الحارس البلجيكي قدام الحارس الالماني، مدرسه مختلفه وشخصيه مختلفه، كورتوا ولا شتيجن؟ السؤال الحقيقي مين فعلا فيهم الافضل؟ مين الحارس اللي لو سبته في ظهرك تحط ايدك على قلبك وتبقى مطمن؟ هل الافضل هو اللي بيمنع الخطر من الاساس، ولا اللي بيستنى الضربه ويطلعك بتصدي مستحيل ويغير مجرى الماتش بالكامل؟ النهارده مش هعرف اجامل ولا مين اللي اسم ولا الجمهور، هنحكم بالعقل والمعايير اللي فعلا بتحدد قيمه اي حارس. النهارده معانا 16 معايير واضحه وصريحه، هنشوف فعلا مين فيهم الافضل. بس قبل ما نبدا اعمل لايك وسبسكرايب حالا في القناه عشان نوصل لل1000 مشترك. صح ما عرفناش نوصل لل1000 مشترك قبل بدايه السنه الجديده، بس ان شاء الله نوصل لها في اقرب فرصه. والناس اللي كانت بتتضايق وتقول عليا ان انا مش محايد عشان كنت ببقى لابس تيشيرت برشلونه، فجيت النهارده بترنج اي سي ميلان. فيلا بينا نبدا بقى. المعيار الاول الطول والحجم. في مركز حراسه المرمى الطول مش رفاهيه، ده سلاح حقيقي. كورتوا طوله قريب من 200 سم تقريبا، واقف في المرمى تحس انه قافله لوحده، الزاويه بتتقفل والتسديد عليه صعب حتى قبل ما اللاعب يشوط. تير شتيجن حارس كويس بس طبيعي جدا ان الطول هنا عامل فرق واضح، فالنقطه هنا بسهوله لكورتوا. وقبل ما نكمل، الطول لوحده مش كفايه ومش كل حاجه، بس لما يتجمع مع تمركز صح وثقه يطلع لك حارس مرعب. المعيار الثاني رد الفعل هو اللي بيفصل بين حارس كويس وحارس عالمي. تير شتيجن رد فعله مش وحش بس عادي، مش دايما يخطف عينك. كورتوا هنا مختلف، رد فعله سريع وبيستخدم جسمه صح خصوصا في الكور الارضيه والتسديدات المفاجئه، فالنقطه هنا لكورتوا. المعيار الثالث التصديات الحاسمه. هنا بقى هندخل في حته ثانيه خالص، حته الليالي الكبيره، نهائي دوري الابطال، ماتشات خروج المغلوب، ماتشات لو خسرتها كل حاجه هتروح. كورتوا عنده تصديات اتحفرت في الذاكره، تصديات شيلت فريقه بطولات وحسم التاريخ. تير شتيجن مش بنفس الظهور ولا بنفس التاثير. لو كان كورتوا مع برشلونه في ماتش زي انفيلد 2019 كان السيناريو اتغير تماما، فالنقطه هنا بسهوله لكورتوا. وافتكر دايما ان الحارس الكبير مش اللي بيصد كتير، الحارس الكبير اللي فعلا بيصد وقت ما تحتاجه. المعيار الرابع اللعب بالقدم، وهنا ملعب تير شتيجن من غير نقاش، حارس بيلعب كانه ليبرو، بيطلع بالكوره ويكسر اول خط ضغط لو خسر. كورتوا اتحسن في الموضوع ده بس لسه مش بنفس الثقه ولا الجراءه، فالنقطه هنا والاولى لتير شتيجن. المعيار الخامس دقه التمرير. الفرق بين دقه التمرير والمعيار اللي قبله ان احنا بنتكلم على الضغط، في حراس مع الضغط بتعرف تطفش وفي حراس بيبقى عندها دقه في التمرير. تير شتيجن دقه تمريره عاليه، بيسهل خروج الكوره. كورتوا بيمر التمريرات الامنه نوعا ما بس مش مميز، عشان كده النقطه هتروح لشتيجن. المعيار السادس السيطره على الكرات العاليه، ركنيات، عرضيات. كورتوا هنا وحش، بيطلع يفرض هيبته على طول حتى قبل ما الكره توصل. تير شتيجن كويس بس الفرق واضح، فالنقطه هنا لكورتوا. والمعيار ده مهم جدا لان ماتشات كتير بتتحسم من كور ثابته بس. المعيار السابع الخروج من المرمى. الاثنين عاديين هنا، مفيش حد متفوق بوضوح، عشان كده هسيبها تعادل وهستنى رايك انت برضك في الكومنتات. المعيار الثامن 1 ضد 1. الاثنين مش الافضل في الجزئيه دي، كورتوا احيانا كتير بيتراوغ ويترقص وتير شتيجن قليل جدا لما يقفل الزاويه صح، فالنقطه دي برضك تعادل. المعيار التاسع الثبات في المستوى. هنا بقى نفرق بين حارس موسم او موسمين وحارس سنين. كورتوا نوعا ما ثابت نادرا لما مستواه يهبط، تير شتيجن بيمر بتذبذب كبير في مستواه خصوصا مع ضغط الدفاع او حتى لما الفريق ما يبقاش كويس، فالنقطه هنا لكورتوا. المعيار العاشر الاخطاء القاتله. الاخطاء دي بتخسرك بطولات، تير شتيجن غلط كتير وغلطاته كانت مكلفه جدا على برشلونه. كورتوا اخطاء اقل ولو غلط بيعرف يعوض، فالنقطه هنا لكورتوا. المعيار ال11 الشخصيه تحت الضغط. نهائي دوري ابطال، جمهور كتير، ضغط كتير، كورتوا ثابت ولا كأن في اي حاجه. تير شتيجن هادي بس الضغط احيانا بيأثر فيه، فالنقطه هنا لكورتوا. المعيار ال12 القياده. تير شتيجن قائد رسمي، بيوجه الدفاع وصوته مسموع نوعا ما، فالنقطه هنا لشتيجن. المعيار ال13 الاصابات. كورتوا اصاباته اكتر نوعا ما وغاب فترات كتير، تير شتيجن برضك بيتصاب كتير ولسه راجع من اصابه، بس ممكن النقطه هنا لتير شتيجن عشان اصاباته اقل نوعا ما، فالنقطه هنا لشتيجن. المعيار ال14 البطولات واللحظات التاريخيه. هنا الحسم الحقيقي، كورتوا نهائي دوري ابطال اسطوري ولحظات تاريخيه، فاكيد هدي النقطه دي لكورتوا. المعيار ال15 الانضباط والاخلاق. الاثنين محترمين
قليل لما تشوف منهم مشاكل، فهديها تعادل. المعيار ال 16 الحارس وقت الحاجه. لو فريقك واقع محتاج حد يشيلك، هتختار مين؟ كورتوا ولا شتيجن؟ انا عن نفسي هختار كورتوا، وهدي النقطه دي لكورتوا عشان كده، بس هستناك انت في الكومنتات عشان تقول لي هتختار مين، ودي النتيجه النهائيه، وكورتوا يكسب معانا النهارده. وزي ما قلت في الاخر ده رايي الشخصي، مستني رايك انت في الكومنتات، قول لي اختلفت معايا في انهي معيار، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب حالا، وشوف اخر مقارنه نزلناها على القناه من هنا. ويلا اشوفك الفيديو الجاي.